السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاش عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا: الخطيب ينفجر غضبا في لاعبي الأهلي ويتخذ قرارا عاجلا. جوميز يصدم شيكابالا في الزمالك ويطالب باعتزاله. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير وأعضاء نادي الزمالك. قبل ما نبدأ حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. الخطيب ينفجر غضبا في لاعبي الأهلي ويتخذ قرارا عاجلا. اتخذ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرارا عاجلا بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع إنبي في بطولة الدوري الممتاز، وحيث تعادل الأهلي مع إنبي 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز. كهربا أحرز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء، وتعادل يوسف لبيب لإنبي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وعاد كهربا ويسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 73 من عمر المباراة. وفي الدقيقة 94 نجح يوسف لبيب من تسجيل الهدف الثاني للفريق البترولي. وعلم من مصادر من داخل الأهلي أن محمود الخطيب قرر اليوم الثلاثاء إيقاف مستحقات لاعبي الأهلي لأجل غير مسمى بسبب تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة وتراجع النتائج في بطولة الدوري، حيث تعرض الفريق للخسارة أمام البنك الأهلي 4-3 وتعادل مع إنبي 2-2 ليفقد الفريق 5 نقاط من مباراتين. وأبدى الخطيب غضبه الشديد من مستوى لاعبي الأهلي واستقبال الفريق أهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما حدث في مباراتي البنك الأهلي وإنبي، وهو ما قد يؤثر على مشوار الفريق خلال رحلته في الحفاظ على لقب بطولة الدوري. ويستعد الأهلي لخوض مباراة زد المقرر لها بعد غدا الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مؤجلات الجولة 8 من بطولة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي المركز 10 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة. أحرز لاعبيه 22 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا ولديه 8 مباريات مؤجلة. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك. حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على تهنئة الأمة الإسلامية وأعضاء نادي الزمالك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: المستشار مرتضى منصور يهنئ الشعب المصري والأمة العربية وشعوب العالم الإسلامي بحلول عيد الفطر المبارك، أعاد الله عليكم جميعا بالصحة والستر والسعادة. وأضاف: تهنئة خاصة لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين لنادينا العظيم نادي الزمالك، نادي الوطنية والكرامة، وتهنئة لجماهيرنا الوفية المخلصة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. جوميز يصدم شيكابالا في الزمالك ويطالب باعتزاله. وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة من العيار الثقيل لمجلس إدارة ناديه برئاسة حسين لبيب بعدما أوصى حال تتويج الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أن يعلن محمود شيكابالا قائد الفريق اعتزاله، لا سيما أنه على الموسم الجديد لن يستطيع تقديم الأداء المنتظر منه. وجاء ذلك رغم إعلان نادي الزمالك التجديد لشيكابالا لمدة موسمين. وأكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن جوميز أكد لحسين لبيب أنه يريد النزول بأعمار لاعبي الفريق، لهذا يقترح حال التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الحديث مع شيكابالا بشأن إعلان اعتزاله، لا سيما أنها ستكون خير نهاية للاعب في الملاعب. وأضاف المصدر حسين لبيب وجه سؤال لجوميز: هل رأيه بسبب اعتراض شيكابالا على استبداله؟ ليرد المدرب: اعتراض شيكابالا على استبداله ليس له علاقة بمقترح النزول بأعمار الفريق. وأتم المصدر تصريحاته قائلا: جوميز أكد لحسين لبيب أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق والذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي سوف يعتزل نهاية الموسم أيضا. وبرغم عدم وجود بديل لأحمد فتوح فهو مرحب بقرار اللاعب في ظل رغبته بالنزول بأعمار لاعبي الفريق. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.